السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنقول كلاما. وزير الداخلية الفاشل، وزير الداخلية الفاشل للمرة الثانية. معالي وزير الداخلية، معك الفلالي حاج علي رئيس الاتحاد المغربي للمتطوعين المسا خضراء. عقلتي عليا ولا ما عقلتيش عليا؟ أنا اللي كنت تكلمت معاك في الهاتف يا معالي وزير الداخلية، وقلت لك على الرسالة ديال الشخص اللي تلاقى مع سيدنا لتنفيذ الأمر ملكي، ولحد الآن لم تعره اهتماما. السيد وزير الداخلية المحترم، إلا كنتي كتدفعنا انت الانفصال هيهات، إلا كنتي كتدفعنا لخيانة الوطن هيهات. نحن لسنا الرادي الليلي، نحن لسنا الخونة، نحن وطنيون، نحن مخلصون لهذا البلد وللملكية. رغم قهركم لنا سنبقى معكم في هذه الأرض، وسنموت معكم على الخط. هذا الاتحاد المغربي للمتطوعين مسيرة خضراء اللي نشأناه في مدينة طنطان، وهمشتموه وقهرتموه، ولم تلبوا مطالب هذه الجمعية، ولم تنفذوا خطابات جلالة الملك محمد السادس نصر الله. أنت في عهدك يا وزير الداخلية تنام الانفصال هنا في الصحراء. أنت وزير الداخلية فاشل وظالم لمن ضحى على هذا البلد بتضحيات الجسام. يا معالي وزير الداخلية، الناس ديال المسيرة الخضراء ما كتعطاهمش الرخص ديال النقل المزدوج أو النقل الفردي أو النقل تم الكحلة، بما أنهم يستحقون ما تملكه الدولة وأكثر، كما قال المرحوم الحسن الثاني. اسمع يا فاشل وزير الداخلية، كم كان عمرك عندما ذهبت أنا للمسيرة الخضراء؟ كم كان عمرك يا معالي وزير الداخلية أيها الفاشل؟ انظر من من ذهبت؟ من مدينة طنطان، من مدينة طنطان. نحن الناس لسنا بخونة، ولن تدفعونا بقهركم لخيانة وطننا، ولن نتزحزح عن أرضنا وعن الدفاع عن حوزة الوطن وعن الملك وعن البلاد، وسنبقى نقهركم بوطنيتنا حتى تموتوا بغيظكم يا وزير الداخلية يا الفاشل. نعم أقول لك الفاشل. في عهدك ارتفعت الأسعار وأنت وزير الداخلية، وكل سلط في يدك العمال والولاة. أنت لا تعمل مع الملك بإخلاص، أنت تعمل لأصدقاء الملك. نعم، لا تعمل لوطنك بل تعمل لنفسك. نحن ندري سياسة بلدنا، ولهذا سنبقى ندافع على هذه الشريحة المسيرة الخضراء اللي ضحات على البلاد في عهد المرحوم الحسن الثاني. لن نتوانى في الدفاع عنها حتى نموت، لأنكم تقهرون الشرفاء هذا البلد. وأتمنى من جلالة الملك محمد السادس نصره الله أن ينظر إلى هذا الفيديو حتى يعرف من معه في يمينه. يا جلالة الملك، سأتكلم مع جلالة الملك لأن بلادك في خطر ووطننا في خطر بسبب هؤلاء الفشلة، بسبب وزير الداخلية. هذه الأسعار التي طلعت مجانا بسبب وزير الداخلية لا غير. كل التقارير التي تأتيك يا جلالة الملك كاذبة، كل التقارير التي تأتيك كاذبة. وأتمنى من هذا الفيديو ما يبقاش عندك أيها المغربي، يتبارطاج على أوسع النطاق ليصل، وأتمنى أن يصل إلى السد العالي بالله أو إلى ولي العهد أو إلى رجل رشيد في هذه الأمة، لأننا هاد الناس هادو اللي في الحكومة ووزير الداخلية يعبثون بالوطن ويعبثون بشرفاء الوطن، ونحن لن نسكت، سنبقى نتكلم حتى نموت. تحياتي، مع السلامة وزير الداخلية.